السلام عليكم. النهارده هكلمكم عن شنطة المدرسة، ازاي اختار شنطة مدرسة لابني مناسبة. في حاجات لازم على اساسها بنختار شنطة المدرسة. ايه هي الحاجات دي؟ اولا بتكون مقاس الشنطة مناسب ولا لا بالنسبة للطفل. بنبص لجسم الطفل وحجمه وطوله وهل الشنطة دي مناسبة ليه ولا لا. كمان الشنطة مقاسات، هقولك ايه المقاسات بتاعت الشنط. وكل مقاس بيبقى تقريبا متاح لانهي سن او مناسب لانهي مرحلة دراسية بالظبط. كمان ازاي تختاري بناء على انهي شكل. تختاري بناء على انهي مواصفات، لان في شنط طبعا بكتفين، في شنط بكتف واحد، في شنط اللي هي الترولي اللي بتتجر. اختار كل ده بناء على ايه؟ تعالى اقولك هتختاريها ازاي، ويلا بينا نبدأ الفيديو. انتي الشنطة بتستخدم يوميا لمدة 3 شهور ورا بعض او 4 شهور او 5 شهور على حسب السنة المدرسية قد ايه. بتستخدم يوميا و8 ساعات او 9 ساعات، وفي كمان بتبقى فترة اكتر من كده. الاطفال اللي بيخرجوا من الساعة 6 ما بيرجعوش البيت غير الساعة 3 والساعة 4 بعد الدروس كمان، فلازم نراعي الشنطة تستحمل كل ده معانا. كمان الشنط لما بيتحط فيها الكتب بيتحط فيها اللانش بوكس وازازة مية او ادوات تاني الاطفال واخدينها معاهم، سواء لو كيجاب بياخدوا لعب، لو اكبر من كده بياخدوا حاجات تانية. فلازم نراعي ان الشنطة تستحمل كل الحاجات دي، وتستحمل نحط فيها طبعا حاجات ليها وزن تقيل. فلما تيجي تختار الشنطة، اختار الشنطة اللي ما يكونش فيها خياطة كتير، الخياطة بتاعتها ما تكونش باينة، لان اللي بيبقى الخيط بتاعها باين دي بتتقطع بسرعة لما بتحطي فيها حاجات كتير ومع. وكمان تختاري نوعية الشنط الووتر بروف، عشان طبعا احنا بنبقى في شتاء، الدنيا نطرت على الطفل، المية ما تخشش جوه، اتدلق عليها مية ولا حاجة، ما تبلش الكتب المدرسية او الكراسات او كده، وقع من الطفل زي ما بقول مية، غسلتيها انتي وعايزاها تنشف على طول عشان يقدر يروح بيها تاني يوم، او يقدر يروح بيها بعد ما عدى يومين الاجازة ولا حاجة، تنشف بسرعة. ما تختاريش الشنط اللي قماشتها تقيلة وبتشرب مية وما بتنشفش بسهوله. يعني انت طبعا بيكون عندنا الشتاء الحاجه مش بتنشف بسهوله، فانت حاولي تنقي الحاجات الخامه اللي هي الووتر بروف زي ما بقولك، ان تنشف بسهوله جدا معاكي، او حتى لو اتبلت او حصل لها اي حاجه تنشف وما تاثرش على الحاجه الموجوده فيها. بنجيبها نشوف هل الطفل الشنط دي هيجرها، يعني المسافه بينك وبين المدرسه قريبه، ولا هو مثلا ساكنه في دور عالي وهيطلع شايل الشنط دي يوميا، وهينزل وهيركب الباص ويشيلها وهيدخل بيها للفصل. ما انت مش طول الوقت مع الطفل وشايله له الشنطه، فتشوفي حاجه يقدر يجرها، ما تبقاش الترولي بتاعها تقيل والحديد تبقى مجهود على جسم الطفل وهي فاضيه. كمان لما بتبقى مليانه بتبقى تقيله جدا جدا جدا، فهيطلع بيها السلم ازاي؟ لو انت ساكنه في دور عالي او حتى لو ساكنه في دور قريب، بلاش تجيبي شنطه تكون تقيله قوي ما يقدرش الطفل يشيلها وما يقدرش يروح بيها المدرسه، ان هو يطلع بيها سلم المدرسه او يمشي بيها في الحوش وتبقى تقيله عليه. حاولي تنقي شنطه تكون خفيفه ويكون الترولي بتاعها خفيف وسهل في الاستخدام. كمان شوفي الترولي اللي بيتفك وبيتركب عشان تقدري تفكي الشنطه وتغسليها لما تتوسخ، ما يبقاش اللي هو اللي لازق فيها ده، لان ما بتعرفيش تغسليها ازاي وبتحتاجي ان انت توديها مغسله او حاجه كده. الشنط كمان وانتي من الحاجات بتختاريها لازم تراعي ان الشنطة تكون متبطنة من الظهر، ده بيحافظ طبعا على ظهر الطفل وبيحافظ على العمود الفقري، سواء متبطنة بقطن او باسفنج. فلازم تنقي الشنطة اللي ظهرها مبطن، بلاش الشنط اللي بتبقى قماش وتحسي ان لما تحط فيها الكتب كده الشنطة واقعة من النص ومش فاهمة فيها ايه والدنيا عاملة ازاي فيها. فلازم تكون متبطنه كده عشان تبقى ايه، ثابته على ظهر الطفل، او حتى لو انت اللي بتشيلي الشنطه بتودي ابنك المدرسه ما تعملش اي مشاكل او اي حاجه. كمان شنطة المدرسة بتحتاج منك عناية، لان طبعا زي ما قلت بتستخدم بشكل يومي على مدار مثلا 3 شهور متواصلين او على مدار 6 شهور، فلازم تحافظي عليها على الاقل عشان تقدري تكملي بيها السنة. ولو حافظتي عليها اكتر ممكن تقعد معاكي اكتر من سنة، طالما جايبة شنطة خامتها كويسة، وطالما بتهتمي بيها، وطالما بتتغسل، وتقولي للطفل مثلا ما يرميهاش في التراب، ما يكتبش عليها، ما يشخبطش عليها بالوان او حاجة. فبتقعد معاه فترة أطول وبتكون إيه بتستحمل معاكي سنة أو سنتين كمان تقدري تودي بيها الطفل المدرسة. طيب أحافظ عليها إزاي؟ الشنطة مفروض تتغسل كل شهر على الأقل عشان طبعا التراب، ولازم كمان تتنضف من كل يوم بشكل يومي من بقايا الطعام اللي بتبقى موجودة فيها، بقايا الأكل اللي الأطفال يعني كلوه. وكمان أي قطعوا بقى ورق باروا عملوا أي حاجة لازم تتنضف بشكل يومي. طيب وزي ما قلت لكم ان الشنطه لازم كل شهر تتنضف،
بتحطيها في اريال او بتحطيها في نوع مسحوق للغسيل وتغسليها بيه كويس جدا وتسيبيها تنشف. لو كمان الشنطة زي ما قلنا اللي هي بالترول التقيلة دي بتوديها المغسلة طبعا تتغسل، عشان اي ميكروبات جت عليها، اي تراب، اي حاجة، عشان نحافظ برضو على صحة الاطفال. فلازم زي ما قلتلك الشنطة يبقى فيه اهتمام بيها وعناية ورعاية وكده. وزي ما قلت كمان بالنسبة لنظافة الشنطة، انت ممكن تخصصي فرشة سنان او حاجة، ان الشنطة لو حصل عليها بقعة مثلا، جت عليها نقطة قلم جاف، حصل عليها حاجة ومش عايزة تغسليها غسل كلي يعني، انت ممكن بفرشة السنان دي تحطي عليها اللي هي مزيل بقع او حاجة وتدعكيها بيها وتنضفيها، بحيث ان هي لما يجي الطفل رايح المدرسة تاني يوم تبقى الشنطة نظيفة وتمام ومفيهاش اي حاجة. المقاس اللي بعد كده بيكون مقاس 16 او 18، ده مناسب لفترة الابتدائي، يعني الاطفال من اول اولى ابتدائي او تانية ابتدائي لحد 6 ابتدائي خلصوا مرحلة التعليم الابتدائية دي، مقاس 16 او 18 ليكي مطلق الاختيار فيهم، عشان طبعا بيبقوا واخدين كتب اكتر، واخدين كراسات اكتر، بياخدوا حاجات اكتر وهم رايحين المدرسة، فتبقى الشنطة تستحمل الحاجات اللي هم بياخدوها معاها. ولما تنقي شنطة نقيها في المرحلة دي اللي فيها سوسك كتير، عشان تقدر تنظم لهم الكراسات والكتب واللانش بوكس والادوات بتاعتهم، يعني ايه يبقى فيها سوسك كتير، بلاش الشنطة اللي بتبقى فيها سوسته واحدة بس ايه كبيرة. بعد كده المرحلة اللي بعد كده اللي هي اعدادي وثانوي والجو ده، في مقاس الشنطة 20، فهي بتبقى مناسبة جدا للسن ده، يعني للاطفال في السن ده. وزي ما قلت لما تيجي تختاري شنطة ما تجيبيش اللي هي بكتف واحد، لان دي طبعا بتأثر على العمود الفقري وبتأثر على الكتف وبتبقى بتوجع الظهر لما بيبقى فيها طبعا كتب وحاجات، فبتبقى مؤذية. تعالى اقول لكم عن احسن مكان بيبيع شنط المدارس. المكان ده بيبيع شنط المدارس بسعر الجملة. المكان ده عبارة عن منبع لتوزيع الشنط على مصر كلها، بيوزع لكل المحافظات وكل المحلات، بتلاقي هناك كل الشنط اللي انت عايزاها، انواعها واشكالها ومقاسات مختلفة. حتى مش شنط مدارس بس، ممكن تلاقي شنط سفر، شنط سبورتنج، شنط بتاعت اللابتوب، اي شنط انت عايزاها هتلاقيها في المكان ده وبسعر جملة. المكان ده موجود فين؟ المكان ده موجود في العتبة، في شارع اسمه شارع كوم الشيخ سلامة. طيب اروح المكان ده ازاي؟ المكان ده بتروحيه بتركبي مترو وبتنزلي محطة العتبة، بيكون فيه زي شارع كده طويل من مكان المحطة يعني للشارع اللي عشان تقدري توصلي له. طيب بدل ما تمشي في الحر ممكن تركبي مواصلة، اللي هو لو لقيتي تاكسي هي محطة واحدة بس، او ممكن تركبي سوزوكي وتقولي له نزلني قدام رجب العطار. قدام محل رجب العطار بالظبط، جنب رجب العطار بتلاقي سلم كده، شارع صغير وفي سلم، بتطلعي السلم ده بتلاقي نفسك في قلب شارع كوم الشيخ سلامة. الشارع ده هتلاقي كل الشنط اللي تيجي في بالك واللي ما تجيش، كل الشنط اللي موجودة على النت بكل الاسعار اللي تتخيليها، من اول 100 جنيه لحد الافات. الناس اللي بتدور على شنط ماركات موجودة هناك، كمان الناس اللي بتدور على اللي هي الشنط اللي بتبقى سيتس مع بعض، اللي بيبقى 3 شنط فيها لانش باج، اللي فيها مقلمة، اللي فيها شكل معين، اللي ليها رسمة معينة، اي شنطة انت عايزاها هتلاقيها هناك. بس